أهلا بكم سادتي. سامراء ما هي مجرد مدينة على خارطة العراق، هي فصل من فصول الخلافة وركن من أركان الهوية الإسلامية. هي الأرض التي مر عليها الخلفاء والعلماء والمجددون، مدينة ما انطفأت شمسها من كتب التاريخ، لكنها تنطفئ اليوم على أرض الواقع. تخيل أن تكون عاصمة للخلافة قبل 1000 عام، ثم تعامل اليوم كضاحية مهملة لا يمر بها مسؤول إلا إذا كان في طريقه إلى مكان آخر. سامراء التي رفعت رأس العراق يوما باتت تطأطئ رأسها من ثقل الغياب والتهميش، تخنقها الملفات المؤجلة وتخذلها الأعين التي لا تراها إلا حين تقترب الانتخابات. في عام 2018 صدر قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية، قانون قيل أنه سينعش المدينة ويعيد لها بريقها بمليارات خصصت، مشاريع أعلنت وخرائط تنموية نشرت، لكن سامراء لم ترى ذلك سوى العناوين، والحقيقة لا أثر يذكر على الأرض. خدمات متدهورة، طرق متهالكة، وبنى تحتية بلا روح، لا مدارس جديدة ولا مستشفيات تليق بمدينة بهذا التاريخ. والسؤال الأبسط الذي يتردد على ألسنة الناس: أين ذهبت أموال القانون؟ ومن يحاسب المسؤولين عن هذا الغياب المزمن؟ لكن ما يوجع أكثر أن نرى من اقترن اسمه بسامراء يتجول في محافظات العراق الأخرى، يتحدث عن الإعمار هناك ويبشر بالنهضة هنا، ويوزع الوعود حيث لا جذور له، فيما مدينته الأصيلة غارقة في الغبار، غارقة في التجاهل. فهل من العدل أن تتركوا دياركم، أن تهملوا أهلكم، أن تسكتوا عن أبناء سامراء وتسكتوهم بالوعود، ثم تظهروا في شاشات الآخرين كبناة للعراق؟ أليس من الأولى أن تصلحوا مدينتكم قبل أن تتباهوا بإعمار مدن غيرها؟ أن تفتحوا الطرق في سامراء قبل أن تتحدثوا عن بنى تحتية في مكان آخر؟ يا سادة، سامراء لا تطلب صدقة، بل تطلب حقها الذي كفله القانون ووعدت به الدولة. سامراء لا تنادي فقط باسم التاريخ، بل تنادي بأسماء المسؤولين وتسألهم: متى تعودون إلى مدينتكم؟ ومتى تثبتون أنكم أبناء سامراء فعلا، لا بالبطاقة فقط؟ خمسة عشر دقيقة من الحقيقة. أهلا بكم سادتي من جديد. أهالي سامراء يشكون منذ سنوات، لكن شكواهم لا تجد من يصغي إليها، فسياسيون خارج المدينة لا يعودون إليها إلا في موسم الانتخابات، حينها فقط يتسابقون ليقولوا أنا لها. للحديث أكثر عن هذا الملف ينضم معي من سامراء الناشط المدني محمد السمرائي. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد. في البداية، أنت من أبناء سامراء وابن تلك المدينة العريقة. أنا أسأل بداية: كيف تحولت هذه المدينة التاريخية والعريقة كسامراء إلى واحدة من أسوأ المدن خدميا؟ تفضل أستاذ محمد. السلام عليكم أخي وعليكم العزيز السلام. أستاذ عبد الرحمن، شكرا لك وشكرا لقناتك الموقرة على هذا تسليط الضوء الإعلامي على مدينة سامراء اللي هي عاصمة الحضارة للخلافة الإسلامية. شكرا لكم. الحقيقة مدينة سامراء هي مدينة العلم والعلماء، مدينة خرجت الكثير من العلماء، لكن منذ 20 سنة لم تشهد أي نهضة عمرانية على أرض الواقع. اليوم المواطن السامرائي يعيش أسوأ الحالات في هذه المدينة، قرى وأرياف بل حتى نواحي. أصبحت الخدمات والبنى التحتية أفضل بكثير ما نجده في مدينة سامراء. نرى الكهرباء والتبليط والماء والمشاريع قد تنجز في الأرياف، مع كل الاحترام والتقدير إلى أهلنا وناسنا بالأرياف والنواحي والأقضية، فهم أهلنا وناسنا ويستحقون. لكن مدينة سامراء خدمات معطلة، مشاريع وهمية، مستشفى منذ 50 سنة
تعتاش عليها مدينة سامراء وكل النواحي الأخرى، وهي متهالكة. إلى الآن لم تبنى أي مستشفى. عندهم المستشفى الألماني وصار منذ سنوات طويلة متلكية. نجي على موضوع الشوارع فهي متهالكة جدا. المواطن الفقير أصحاب التاكسيات يعيشون في أوقات صعبة جدا. نجي على موضوع الكهرباء فهي متردية إلى أبسط الحقوق. يعني إحنا حصة سامراء ما ناخذها مثل باقي الأقضية والنواحي. نجي على موضوع الماء، فاليوم احنا في 2025 مقبلين على 2026. اني ومن الناس الخيرة نشتري التناكر الماء ونوزعها على الأحياء الفقيرة، الأحياء الشرقية اللي ممكن الماء أسبوع و10 أيام ما يوصله، بها مرضى وكبار سن وأيتام وفقراء وناس كسبت. يعني مدينة سامراء إلى الآن لم تشهد أي نهضة عمرانية. نسمع بالوعود ونسمع بالكلام ونسمع بالمشاريع، لكن على أرض الواقع وحضرتك شفت بالتقرير اللي ظهر أنه واصلة إلى مرحلة اللي يطب كأنما في صحراء. طيب بالنسبة لقانون سامراء الذي وصف بأنه هذا القانون سيجعل سامراء بها نهضة عمرانية وحتى خصصت لها مليارات، أنت كمواطن سامرائي وتعيش في هذه المدينة، شنو اللي شفت من 2018 حين أقر هذا القانون إلى هذا اليوم؟ هل هنالك شيء على أرض الواقع؟ كمواطن سامرائي ما شفنا أي إنجاز على أرض الواقع من ضمن قانون مشروع عاصمة الحضارة للثقافة الإسلامية. فقط اللي هو مشروع الساتر اللي تم صرف عليه أكثر من 13 مليار يبعدوه 20 كيلو. بل هي مدينة سامراء ما تحتاج أصلا ساتر، الحمد لله آمنة بفضل القوات الأمنية، بفضل الله ثم القوات الأمنية، بل العراق أجمع هو آمن. لا تحتاج هذه المليارات اللي صرفت، المفروض تقع على أرض الواقع. ولم تشهد أي مشروع عمراني. نسمع ستبلط سامراء، ستبنى خدمات، ستقدم كل ما يحتاجه المواطن السامرائي، لكن منذ 2018 لحد هذه اللحظة ما شفنا أي شيء على أرض الواقع. كمواطن سامرائي نسمع فقط بالكلام والوعود، لكن على أرض الواقع فقط هذا المشروع اللي باشروا به هو ابعاد الساتر لمده يعني 20 كيلو تم صرف 13 مليار. وانا كمواطن سامرائي اتساءل ليش مدينه سامراء تحاط بسياج امني؟ بل هي امنه الحمد لله والشكر. المفروض هذه ال 13 مليار تحاط على ارض الواقع، اسوي بها تبليغ، اكمل بها المستشفى الالماني، اسوي بها انابيب ماء للاحياء الشرقيه، كثير من المشاريع المهمه اللي المفروض تحاط عليها هذا المبلغ. بل الى الان ننتظر ماذا يعني تخبئ لنا الايام القادمه. طيب تنتظر انت ماذا تخبئ لك الايام؟ انا اسال الان عن ابناء المدينه السياسيين، ابناء هذه المدينه السامرائيين، وينهم عن هذه او تردي هذه الخدمات؟ وينهم يبيعون هذه الامور وبخارج المدينه؟ يقولون احنا نريد نعمر ونريد نبني في باقي المحافظات الاخرى، ولكن هاملين سامراء. انت بدورك كمواطن وانتم كمواطنين في سامراء، كيف ترون المسؤولين ونحن مقبلين على انتخابات؟ الحقيقه المواطن السامرائي بل جميع مواطني سامراء يعني ينتقد في داخله، ونتكلم بعض الاحيان. اليوم نوابنا ومسؤولينا يمتلكون تمثيل سياسي في بغداد، بل ضمن قوائم على مستوى العراق ولها تاثير كبير، لكن المناكفات السياسيه جعلت المواطن السامرائي هو ضحيه للمناكفات السياسيه. نسمع سنقدم وسنفعل وسوف، لكن على أرض الواقع ما شفنا شيء. اليوم نوابنا ومسؤولينا يعلمون علم اليقين ما يجري في مدينة سامراء وما خلفته شركة المجاري من دمار للشوارع وعدم إعادة هيكلته. ما شفنا أي تحرك جاد وحقيقي من مسؤولينا أمام هذه الشركة اللي لها فترة محددة من الوقت لازم تنجز وتسلم. إلى الآن لم تسلم شوارع المدينة وهي صار لها 4 سنوات أو 5 سنوات.
اليوم انا كمواطن، اليوم لما عندي انا مسؤولين ويمثلون على مستوى كلش كبير في بغداد وضمن قوائم، اليوم ليش ما اجتمعوا وخلوا هذه الشركه تحت الراي العام وتسليط جماهيري حتى يعرف المواطن السامرائي وين وشلون راح يمشي؟ اليوم الوضعيه جدا صعبه في مدينه سامراء، تريد شارع يعني مهم جميل تقدر تاخذ راحتك فيه، ممكن شارع او شارعين من مدينه كامله. هذا الشيء مو صح يا استاذنا العزيز. اليوم مسؤولينا قادرين ان يحاسبون المقصرين وان يفعلون المشاريع وان كثير من الامور ممكن يسوى، لكن اذا اجتمعوا على طاوله واحده وخلوا المصلحه العامه فوق المصلحه الخاصه، راح تكون مدينه سامراء من ابهى المدن، بل هي خصصت لها المليارات الكثيره وكانت حبر على ورق، ومشاريع كثيره وكانت حبر على ورق. هل من المعقول مستشفى منذ 50 سنه في مدينه وعاصمه للحضاره الاسلاميه، يعني اغلب الادويه ما موجوده بها، ومستشفى متهالكه، مسؤولين يعلمون علم اليقين ويعرفون هذه المستشفى والمعاناه. طيب هل تعتبر هذا اهمال متعمد استاذ محمد؟ يعتبر هذا اهمال متعمد من قبل الحكومات ان كانت المحليه او السياسيين من ابناء هذه المدينه؟ الإهمال هو أولا من الحكومة المركزية، ثم من محافظة صلاح الدين، ثم من مسؤولينه. الجميع لم يتحد من أجل المصلحة العامة. اليوم مدينة وكثافة سكانية عالية جدا، هل من المعقول تترك بهذا الشكل؟ فنرجع ونقول يا أستاذ العزيز، المناكفات السياسية أصبحت سامراء بهذا الشكل اللي لا يصل لا القريب ولا البعيد. واني كمواطن سامراي والله استحي لما يجيني ضيف احير بيا شارع اطببه وبيا مكان اوديه، لان اليوم خلونا مسؤولين في محافظه صلاح الدين ومدينه سامراء نوصل لهذه المرحله. ليش انا اليوم اتساءل؟ كثير من مسؤولينا يسووا الخدمات بالارياف والنواحي والاقضيه وتارك مركز المدينه اللي هي النبذه. يعني اي مواطن يزور المدينه راح يشوف يا اما جيده راح يقول والله مسؤوليه هاي زين. نضرب مثال على محافظه الانبار ومحافظه الموصل، يعني دخلها التنظيمات الارهابيه، لكن اليوم كانت اكو مصلحه عامه تجمع مع حكومة بغداد مع حكومة المحافظة مع مسؤوليها، ويجعلون المصلحة العامة هي أساس كل شيء. لكن احنا اليوم نشوف العكس في مدينة سامراء للأسف الشديد. أنا كمواطن والله أتأسف لما أطلع وأشوف باقي المحافظات بتطور وازدهار، ومدينتي اللي صرفت مليارات واستلمت موازنات على مستوى كلش كبير لم تأخذ استحقاقها العمراني والخدمي على مستوى محافظة صلاح. سيد محمد، ختاما في هذا السؤال كلمة أخيرة، كونك ناشط مدني ومن مدينة سامراء، توجهها إلى مسؤولين هذا الإهمال. كلمة أخيرة أقول هلا بسامراء، هلا بأهلها. سامراء اليوم اللي تصعد أبنائها إلى قبة البرلمان لازم تشوف من عندهم الخدمات. ما جزاء الإحسان إلا الإحسان. أنا أتمنى تكون سامراء بنصب أعينهم، تكون سامراء هي الأم اللي أعطت الكثير لهم لكن ما شافت الخدمات والإعمار والازدهار من مسؤولية. أتمنى هذه الانتخابات أن تكون مفصلية، وأن تكون خدمة سامراء هي الأولى والأجدر، وأن نوجه رسالة إلى دولة رئاسة الوزراء السيد محمد الشياعي السوداني، أقول له ترى مدينة سامراء أنت زرتها وما شفت غير شارع واحد من عندها. أتمنى تجي وتشوف، وأتمنى تشكل لجنة وزارية تتابع مشروع عاصمة الحضارة الإسلامية والمصاريف المصروفة للمشاريع، وتكون سامراء تحظى باهتمام مثل ما تحظى المحافظات الجنوبية بالاهتمام من قبل. نعم سيد محمد. وشكرا إلى قناة الرشيد وإلى حضرتك الأستاذ عبد الرحمن وعلى تسليط الضوء على هذه المدينة الكبيرة
اللي لها أهمية على مستوى العراق. الناشط المدني محمد السامرائي، شكرا لك من سامراء. سادتي الكرام، سامراء لا تطلب معجزة ولا منة، تطلب فقط أن يعاد لها ما سلب قبل أن تدفن تحت أكوام الشعارات. إلى اللقاء.